ثلاثه ديال الحوايج ملي كنسمع الصوت ديالهم ما كنملهمش. فلوس فاش كيكونوا تحسبوا، والكيشي فاش كتبدا تخرج الفلوس، والماكينه فاش كتبدا تحسبهم ليا. ولينا هاد العزاوي اللي غنهضروا عليه اليوم غادي يلقى الدولار في جامع الفنا. عرفتي كل مره داش غادي يوقع عليه؟ ما عرفتيش؟ بغيت تفهم كل شيء غير بلاتي. الساحه ديال جامع الفنا ولات فازقه وكل شيء عامر بالماء. الشتا كانت خيط من السما، كان واحد العام اللهم بارك لدرجه ولاو الفيضانات. داز شي 4 ايام وكل شيء ساقل في دارو، كلشي شاد الركنه من ديك الشتا. وراكم عارفين ديك الساعه ضروري يكون الجو مزيان على تكون الخدمه. وصلنا النهار الخامس حبسات ديك الشتا، والصباح صباح مزيان. وكما كيقول المثل الا حمارت العشيه وجد حمارك المشيه. ديك الساعه كتولي غير نوض جبد الدرهم على العزاوي. السيد اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو اللي غادي يكون داير عليه الفيلم، غادي يكون سميتو عبد المغيث. خرج عبد المغيث بحال ديما، مشي كيوجد الكوتشي ديالو وكيركب ليه الخيل. يلا بغى يتحرك ويقف عليه واحد الراجل كبير، والكبير والله كيغوتو عليه با العربي وقال ليه واسي عبد المغيث وانت كي داير؟ ويقول لي عبد المغيث والله يا با العربي الحمد لله ونشكرو ملي حبسات الشتا ونخرجوا نخدموا على وليداتنا. قال لي با العربي ويكون خير، ترى هذه هي اخر الشتا غطيح وغيدخل الربيع ان شاء الله. مشى عبد المغيث بحال ديما بالكوتشي ديالو، دخل ساعه ديال جامع الفنا. بداو كيبانوا المحلات كيحلوا، كراز ديال العصير، صحاب الحلقه، قروده والفاعته هما دخلوا، اي واحد عنده شي حرفه. داك الصباح الحركه بدات كتحرك، بنادم بدا كيترزق الله. مع 10 ديال الصباح وقف واحد الطاكسي ونزلوا منه 2 ديال الناس، راجل ومراه، وبين عليهم ماشي من المغرب، شي حاجه من برا، اجانب هازين واحد السيكان. وشافوا مع عبد المغيث كيخلصوا في داك مول الطاكسي. عبد المغيث فرح وقال صباح زين هذا، انبالي بهم قبل ما يطير بهم شي واحد من صحاب الكوتشيات. مشى عندهم عبد المغيث وبديك اللونجلي المدرحه عنده قال لهم واش نوصلكم لشي بلاصه. جاوبوا داك القاوري وشي اللي بصبعو الساحه ديال جامع الفنا. المهم ركبوا هما غاديين، سولهم قال لهم وير ار يو فروم؟ قالوا لي رحنا من ميريكان. المهم وصلهم ورجع البلاصه المعلومه، قلب لي وصل شي وحدين اخرين. وصلت 12 ديال النهار. عبد المغيث جمع شي بركه شويه بانوا لي دوك الجوج اللي كان نهزهم الصباح، عاود شير ليهم بيدو قال لهم واش بغيتي نوصلكم شي بلاصه. جاوبوا داك خونا نو ثانك يو، وشافهم ركبوا في داك الطاكسي نفسه اللي نزلهم الصباح عاوتاني. المهم سيادنا كلشي كان مزيان. الروتين ديال عبد المغيث كيتعاود كل نهار. خرج النهار التالي وجلس كيتسنى على الله يبان شي كليان يدوز بيه الصباح. شويه عاود بانوا لي خوتنا ديال البارح نازلين من نفس الطاكسي، مشى ديريكت لعندهم قال لهم واش نوصلكم شي بلاصه، لان عبد المغيث هذيك هي خدمته، كيعرض الخدمه ديالو على الكليان ورزقو. وين هاد المره ما تسوقوش ليه، ما دموش معاه وخلوه بلاكه وزادو. ما سرطاش عبد المغيث وليني قال معليش دابا يجيب الله ما احسن. دوك الجوج كملوا طريقهم الساحه وقال واقيلا غير بغاو يمشيو على رجليهم المدينه القديمه يشوفوا شنو فيها. عبد المغيث سيادنا رجع الكوتشي شويه هو يتلفت بان لي واحد الصاك صغير، لا بسطام حدا الكروسه طايح. تلفت على اليمين تلفت على اليسار ما شاف حد، وي تلاح هذاك البسطام وهزو خشاف واحد الشكاره حمراء ديالو وبقى مصدوم. راه الفلوس هادي والله ما تكون متثبت تتلعب بيك. ولا كيدور في راسه عبد المغيث كيقول كيفاش واش نتسنى مولاه؟ نتسنى مولاه حتى يجي ولا نمشي ندور؟ لا ربما يسول فيها شي حد. شويه ركب في الكوتشي ديالو تم غادي كيبعد على ديك الساعه، مشى لدرب حمال دخل القهيوه كريح فيها وجبد داك البسطام. بدا تاني مدوره في راسو واش نحلو؟ لا ما نحلوش، ولا كانت فيه شي حاجه وتقيسني؟ لا وكاين ما اكثر من هاد الزلط اللي قيسني حتى بربي تنحلو مالوش غيكون فيه كاع. بحال البسطام ضربت عينيه في واحد الرزمه ديال الفلوس بريكه اوروبيه الدولار مولاي. شد ديك الفلوس بدا كيحسب فيهم لقى 270 دولار وزاد لقى شي كارطات، واحده منها البطاقه الوطنيه ديال مولساك. وفاش شاف التصويره لقاه كيشبه لداك خونا اللي هزهم البارح في الساحه، ولكن ما لقى حتى شي حاجه ديال المراه اللي كانت مع السيد. رجع داكشي لداك البسطام وبقى حاير تاني واش نرد هادشي، نردو البلاصه اللي لقيتهم فيها ولا نديهم البوليس ديال جامع الفنا؟ قول لي ولا ناخذ فلوس ونلوح دوك الوراقي؟
انا العقره شي 54 الف ريال. ولكن شاف حتى هي وقال نديهم البوليس حسن، ما تيكون فيهم شي مشكل ونولي حاصل. مشى الطريق في الكوتشي ديالو، مشى لجامع فنا ومشى ديريكت عند البوليس وعطاهم داك البسطام وقال لهم باللي لقى حدا الكوتشي ديالو ونكر واش حلو ولا عرف اش كاين وسط من داك البسطام. من بعد رجع للبلاصه ديال صحاب الكوتشيات كيتسنى على الله حتى شي هميزه وبقى شاد السون مع صحابو حتى وقف عليه داك خونا اللي دوينا عليه قبيله القاوري كان هزو في الصباح. مشى عنده داك القاوري بقى كيحاول يشرح لعبد المغيث باش يفهم واش شاف داك البسطام. عبد المغيث فهمو كيقشبط شويه في ديك لونجلي ويقول لي ياس راني لقيت داك البسطام راه عند البوليس. فرح هذاك القاوري فهمو شويه ويقول لي فين هو وين عبد المغيث ويقول لي بوليس ياس بوليس. عاصبه البوليس هذاك القاوري هنايا غتبدل لي الالوان وطلعت معاه السخانه. واش نقل عبد المغيث كان غيخنقو كل ما صحابو والناس اللي كاينين تما كان غادي يمشي فيها شمعوا عليه البشر ولا داك المجمع بحال الحلقه. كانت واحد الدوريه قريبه وما يوقفوا عليه هزوهم بجوج وداهم المخفر ديال الشرطه. فاش وصلوا عبد المغيث كان مصدوم من داك الشيء. كي دار داك السيد علاش وكيفاش على ود البسطام كان غير لقيتو وقلت لي راه عطيتو للبوليس. عبد المغيث ما كانش في راسو باللي خونا متهمو باللي سرق ليه البسطام، ولكن لحسن الحظ ديالو ديك المفتش الشرطه اللي كان جاب ليه البسطام في الصباح تدخل وفك ليه الجره وقال القوري باللي البسطام راه عندنا. عبد المغيث قال للبوليس بلي القوري هذا راه تعدى عليه وطيحوه في الارض وبهدلو كاع واتهموا حتى هو بغى حقه وحقه هو يطلب منه سماحه القوري. المراكشيين قلب بيض دغيا كيسامح والابتسامه العريضه الله يسهل ليهم. ولكن الموضوع ديال اليوم هو حتى واحد ما كان عارف قصه اللي من مورا داك البسطام. فاش قلبوا البوليس خونا الاجنبي هذيك لاكارت اللي كانت تجمع بطاقه ديال الهويه ديالو لقاو خونا من انجلترا وبالضبط من مانشستر. هادشي على حساب البطاقه الوطنيه ديالو والاسم ديالو مارك. فاش طلبوا منه البوليس الباسبور ديالو قال لهم باللي خلاه في الاوتيل مع الصديقه ديالو. ولكن علاش فاش جاي ياخذ بسطام ما جاش مع الصديقه ديالو؟ عبد المغيث من بعد ما عطى الاقوال ديالو قال لهم باللي ما حلش البسطام وما كيعرف عليه والو. المهم هو انه ما خاد منه والو. هادشي علاش ما كانش خايف لان عبد المغيث ما كانش عارف وكيفاش يعرف باللي دوك الوراق كاملين كانوا مصورين وحتى الفلوس وكل شيء. وجاب الله رد داكشي وداك القاوري ما كانش انجليزي وداخل باسبور مزور وحتى البنت اللي كانت معاه الغيبير ضايع كان كيصونيو عليها في التليفون ما كانش كتجاوب. المهم البوليس خداو التصويره ديالها وخرجوا كيقلبوا عليها حيت ضروري حتى هي يديروا معاها تحقيق. في الاول كانوا شاكين باللي تقدر تكون عندها شي عائلتها في هذيك المدينه القديمه لان حسب الاقوال ديال عبد المغيث كان لهم كان ديما كيمشيو تما. المهم القضيه كانت حامضه ديال بصح ان خونا داخل بوراق مزورين ومن المطار ومدخل معاه فلوس مزورين كلشي كان مرون. البوليس سولوا عبد المغيث قالوا لي واش ما كنتيش كتشوفوا ملي كان كيمشيو. من الافادات ديالو قال لهم باللي دوك الجوج كانوا كيفوتوا المدينه القديمه وباللي كانوا كيدخلوا لشي بلاصه تما. خرجوا البوليس للمدينه القديمه كيوريهم تصاورهم بجوج وكيسولهم واش شي واحد كيعرفهم ولا شافهم. وفعلا صدق شحال من واحد شافهم وشي ناس قالوا لهم باللي كاين واحد الدار كيدخلوا ليها. قالوا لهم بوليس وريوها لينا وداكشي اللي كان وروها ليهم. مشاو لديك الدار وفاش دقوا حل لهم واحد خونا في العشرينيات دري باقي صغير شنو. وعلى حسب الاقوال ديال الناس كيقولوا باللي ديك خونا كينظم الرحلات في المناطق ديال مراكش وباللي عنده علاقات مع الاجانب بزاف. البوليس مع وراو ديك العشرينيات التصويره قال لهم هذا مارك. فسولوا على البنت اللي معاه قال لهم باللي مشات رجعت لاسبانيا وباللي ما عمرها جات عنده للدار وخا كذب عليهم وقال لهم باش حيدوا الشك دخلوا تاكدوا. دخلوا البوليس وبالفعل ما لقاوش الحس ديالها. قالوا لي واش عندك شي فلوس؟ عطاهم واحد 70 اورو وقال لهم باللي ماركو وصاحبته مشاركين في واحد الرحله جبليه في واحد المنطقه وراه عاطيني 100 دولار ضمانه. خسرت منها 30 دولار وهادشي اللي بقى عندي. ومن بعد البحث تاكدوا باللي الدريه بصح خرجات من البلاد ورجعت لاسبانيا. واثناء التحقيق ديال البوليس ديالنا قدروا يخرجوا داكشي اللي مخبي في راس داك القاوري. علاش وكيفاش؟ زور لاكارت ديالو والباسبور وحتى الفلوس. داك القاوري سميتو الحقيقيه هي البرت هو جنسيته الحقيقيه اسبانيه وهو متهم بالتصوير ديال الفلوس وتكوين عصابه اجراميه في اسبانيا وكان مسجون فيها ومحكوم عليه ب8 ديال السنين وغير هارب من السجن. داكشي علاش دخل بوراقي مزورين وطبع داك الفلوس وبغى يدوزهم علينا حنايا في المغرب.
ساعة طاح مع المغاربة وما زقلوش عبد المغيث، جاب لي السودامة كان مزون في اسبانيا 8 سنين وعلق. ساعة جا المغرب غير يقدر يدوز فيه من 10 ديال السنين حتى المؤبد على حساب الحكم اللي غادي يعطيه القاضي. وشوفوا المكاتب كيدير. تخيلوا معايا عبد المغيث كنت طمع وخد دوك الفلوس وبدا كيصرف فيهم وحصل في يدي شحال كان غادي يمشي فيها. داكشي علاش الخوت ردوا البال اي خطوه كديروها تقدروا تشوفها فابور. المهم الخوت هنايا كتصالي الحلقه ديالنا، تلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. الله يسهل لكم اخوتي، احبكم في الله.